السلام عليكم يا شباب. طريقة حماية الحساب، أول شي بنروح لهون تمام على كلمة الحماية، حاطين هون الحماية تمام. بنكبس على الصح هون عم بيقول إنه أرسلنا كود للإيميل اللي أنت مسجل فيه. بيطلع لك هون إيميلك أنت، بيطلع لك هون الإيميل عم بيقول لك وصلك كود عليه تمام. الكود ما شو اسمه، ما بيكون أول شي كامل. يعني مثلا حطينا هون هذا الكود ليك، هذا الكود بيجيك كود طويل تمام. هلا في ناس بتقول الكود ما بيزبط، بفكروا بده يحطوا هذا الكود هون عم بقول لك بس 6 ارقام وهذا اكثر من 6 ارقام. طيب شو نساوي؟ بنفوت على برنامج المصادقة. دقيقة، هذا برنامج نزلوه من متجر بلاي تمام. بنفوت عليه هيك، بنحط المتابعة بتاعت الحساب هون، بنحط هون اضف رمز تمام. بنحط هون ادخل مفتاح الاعدادات تمام. بارك الله فيكم. بنفوت لهون على النسخ، هذا كلمة المفتاح تمام. حطينا هذا المفتاح هون شو بنسوي؟ نكتب موقع النخبة تمام. حطينا هون موقع النخبة، هون اعطانا الرمز، هذا صار 6 ارقام. هذا كل 10 ثواني بيتبدل الرقم. حطينا هون نسخ تمام. بنفوت على الموقع النخبة هون، بنحط الكود هون، بيقول لك تمت حماية الحساب بنجاح تمام. هلا هون صار عندك شغلات كثيرة. هلا مثلا هون بيقول لك تمنحك هذه الميزة حماية أكبر عند العمليات الشراء، بحيث تتطلب إدخال رمز التحقق مع كل عملية شراء. يعني أنت إذا بدك تشتري منتج تمام وبدك تحط كل ما تشتري منتج تحط الكود من هون، تاخذ الكود، ما في مشكلة، ما في بأس تمام. او هاي ما انا ما انصحك فيها. التحقق الدائم مثلا بتكبس عليه هيك بصير، عرفت؟ انا ما انصحك فيها. هون بدك تغير كلمة السر تبع حسابك، تحط كلمة السر القديمة تمام اللي هلا الحالية تمام. نحط كلمة السر الجديدة، تحط كلمة السر اللي بتحط تغيير تمام. بس هيك. بارك الله فيكم، حطوا لايك واشتركوا بالقناة.